صباح الخير مرة أخرى في كافينا على تونسنا. أخلتنا الغبغيك لانفيتي دو جور، واليوم معنا في البلاتو مجدي غرسلة مخرج شاب تونسي، ومحمد أمين معالج مساعد مخرج، باش نحكيو على الفيلم الجديد نتاعهم صحو الضمير، وباش نحكيو زيد على واقع السينمائيين الشابين في تونس. صباح الخير مجدي، مرحبا بك. صباح الخير محمد أمين، مرحبا بكم. مجدي نبداو معك أنت أول حاجة، باش نحكيو على الفيلم الجديد هذايا. شنو هو الفيلم هذايا؟ كيفاش جاتكم الفكره باش تعملوا؟ الفيلم هذايا فيلم صحو الضمير. انا المخرج وسيناريست في نفس الوقت. نعطيك انا سينوبسيس نتاع الفيلم. رجل اعمال عكس التيار يقوم بالتمرد على مجموعه من رجال اعمال فاسدين ويقوم بالمغامره، فتنجر عنها علاقه غراميه وحب بين احد افراد عائلته، واخرى مصيبه بمقتل ابنه وخسارته له، فيكون المنحى سيناريو فيلم حزين ومغامر، وعديد الألغاز والأسرار تكشف في هذا الصدد، فتتحول الجوسسة إلى حب وعشق، وتتحول المغامرة إلى فقدان أعز الناس. هذا هو من ينطق بالحق، لا بل هذه هي صحو الضمير. اللي هو عنوان الفيلم نتاعنا. خلينا مجدي ورملة ومحمد أمين نمشيو نشوفوا البوند انونس نتاع الفيلم هذايا، بعد نرجعوا نحكيو أكثر عليه. فرد ميناج. أي مشكلة في الخدمة نتعامل عليها، لكن سمعت عليهم برشا كلام رؤوف والبطرة ما همش نضاف. مفتوح رحموا عليك يا مجرمين. تشبيك ساكت؟ أنا ما فاهم شيء، أنا ما فاهم شيء. نحبك تعاود اللي شفته بالضبط. تخلي حاطط راس. كما كنا نشوفوا مجدي في الفيلم، يعني فما دراما فما اكسيون. كيفاش يعني تعاملت انت كمخرج في الفيلم هذايا، واول تجربه ليك في الاخراج كيفاش كانت التجربه هذايا؟ وبعد باش نحكيوا على الممثلين اللي كانوا معك في الفيلم. والله بالنسبه لي انا معناتها هذه الدراسه نتاعي، معناتها اخراج، انا قاري اخراج وانتاج. كانت تجربه حلوه والواحد تعلم بها برشا حاجات، والحمد لله معناتها الفيلم يعني هو تو ان شاء الله مازال في المونتاج اقل من شهر ان شاء الله ويطلع. الفيلم هو باش قبل بشويه، الفيلم هو صحو الضمير اكسيون دراما، والوقت نتاعو يقعد ساعه. تجربه حلوه ان شاء الله الواحد يكمل، وبالجد خلقت معناتها كل تغيير ولا نقله شويه نوعيه ان شاء الله في السينما التونسيه. يعني خذينا برشا معناتها، ركزنا على الاكسيون اللي هو مش موجود برشا، وركزنا معناتها حاجه دراما. السؤال اللي يطرح نفسه في الحاله هذه، انتم كمخرج شاب كيفاش قمتوا بتمويل الفيلم هذا؟ خاطر نعرفوا اللي ان فيلم ساكوت انورمون شير. وي والله الفيلم هو بالطبيعه انا خدمت من غير برودكسيون، خدمت امكانيات خاصه. حاولت انا باش ندبر راسي شويه في الامور هذه. مشيت لدي سبونسير، بالطبيعه هما سبونسير شجعوني اكثر من معناتها عطاو، من غير ما انا معناتها مش نرد لهم اي حاجه، معناتها حتى بيبليستي ولا حاجه. وفي نفس الوقت زاد امكانيات خاصه من عندي، ويعني
عرفت كيفاش يعني نجاري الفيلم ونجاري المصاريف وكل شيء، رغم انه هو يتكلف معناتها فيلم راهو بساعه معناتها يتكلف برشا، تكلف عليا، لكن في الاخير الحمد لله معناتها عرفت كيفاش نجاري الامور. بربي نعقب على كلام خويا مجدي. دونك احنا نخدموا في للسينما دونك مازلنا كي بدينا، لكن بون انت ضربت بحق على الوتر الحساس اللي هو التمويل معناها. دونك السينما مش سهل، لكن نشوفوا انه الناس كي تقول سينما في تونس تقول فلوس، ودونك ما فما شيء يصير بلاش فلوس. دونك احنا نجمنا نخدموا بالامكانيات الموجوده وبالامكانيات معناها الخاصه كما كان يحكي لك باللي فما. دونك خرجنا برودوي ان شاء الله الناس ينال اعجابهم. دونك هيك علاش حبيت نقول لك معناها نخدموا في السينما مش للفلوس، راهو معناها جوست نحبوا اي بور لو مومون بعد ابخي سارتان مومون فو بيان ترافايي بور لارجون اوسي. ان ارتيست يعيش زاده كي العباد الكل معناتها يا بوزون دارجون دو رونتري دارجون. هذاك عليه هو جوستومون التمويل الاولاني هو اللي صعيب. ابخي سي سا مارش طون ميو، اما لي بارتي الاولانيه سي اكستريمومون دوفي السافوار. محمد امين، احكينا شويه على الاكسبيريونس نتاعك في الفيلم صحو الضمير. انت خدمت بالنسبه للصحو الضمير دونك كنت اسيستون مساعد مخرج مع مجدي. دونك معنا مساعد مخرج اخر نقدم له تحيه سفيان بن سليمه. بالنسبه لتجربي من قبل خدمت كورميتراج الحمد لله معناها تعداو في مسرح البلدي في صفاقس ومشاو معناها خذاو حظهم. دونك هذه التجربه الثانيه بالنسبه لصحو الضمير، وان شاء الله على قريب فما الاعمال الجديده ان شاء الله بالتوفيق. مجدي، نحكيو شويه على الفنانين، كيفاش صار الكاستينج، شكون معاكم في الفيلم؟ والله انا اول ما بديت كيف كتبت السيناريو انا عندي فكره على يعني الفنانين اللي مثلوا معي، عندي عليهم فكره من الاول ونعرفهم. كي كتبت السيناريو، بعد ما كتبت السيناريو عملت النظره بيني وبين روحي، بدلت حاجات. اي وبالمجد عرفت الاشخاص هذين في بلايصهم معناتها. اتصلت بهم معناتها بالنسبه للناس البروفيسيونيل الخادمه قبل، اتصلت بهم وتفهمت انا وياهم. نجم نسمي معناتها هما 5 اسامي بروفيسيونيل: سي منصف لوكيل، سي منير علوي، سي عبد المجيد العبدلي، ومدام فاطمه خنفير، وفما عندنا سي منير متلوثي. هذين خدموا معناتها البروفيسيونيل، وفي نفس الوقت عملت كاستينج. يعني. وفما في نفس الوقت وجوه جديده اللي هما ديزاماتير، اما لكن ينشطوا في المسرح. عملت كاستينج صغير، اخترت معناتها المجموعه الاخرى. الجروب تبارك الله كبيره مش صغيره، اما لكن معناتها حاولت انا باش يعني كتجربه اولى صعيب انك تخدم معناتها معاهم كل شيء، لكن نحن حاولنا باش نتعاونوا كيف مانيش بعيد عليهم انا في العمر معناتها. صحيح فما الكبار وفما الصغار، اما الحمد لله الواحد عرف كيفاش ينسق ما بيناتهم وعرفنا كيفاش نتوافقوا. واضح. شنو هي جديدك ابار الفيلم هذايا؟ وقتاش يهبط الساعه اول حاجه للفيلم؟ الفيلم والله هذه البوندانونس، وان شاء الله الفيلم هو تو في المونتاج، ان شاء الله على قريب ما نعديوش الشهر، وان شاء الله نشوفوه في قاعات العرض في السينما في عروض السينما. ان شاء الله باش نعملوا كونفيرونس دي بريس نهار اللي يطلع، وان شاء الله نستضيفوا الصحفيين ونستضيفوكم انتم معنا ان شاء الله في اول عرض. ان شاء الله بالتوفيق. مجدي، احكي لنا شويه شنو عندك اعمال اخرى في المستقبل؟ والله بالنسبه افلام جديده، مسلسلات؟ لا والله الحمد لله انا كتجربه اولى معناتها جاوني شكون بالنسبه للبوندانونس هذه اول مره اكسكلوزيفيتي ليكم انتم، لكن شافوها معناتها من غير ما تطلع لاي وسيله اعلام. شافوها شكون معناتها وعجبتهم معناتها الخدمه، شافوا ديزيكستري صغار. عندي ان شاء الله في الصيف، في اول صيف هبطت لي فنانه هي نمساويه من اصل تونسي، عندها 25 سنه تسكن في النمسا. ان شاء الله باش نصور لها كليب، غنيتها حاله حريقه. مش نصور لها كليب ان شاء الله في الصيف، فهمت انا وياها، هبطت واعلنا ذلك معناتها من اذاعه في صفاقس، وان شاء الله هذا بالنسبه للكليب. عندي ان شاء الله فيلم كتجربه اولى بلغه مش تونسيه، ان شاء الله عندي فيلم مش نخدمه باللغه الانجليزيه، يبدا السوتراج بالعربي من لوطا ان شاء الله ربي يسهل. هذه بالنسبه للفيلم بالانجلي. وعندنا فيلم اللي هو لونغ متراج اللي انا ومين ان شاء الله زاده مش نتعاونوا فيه. هذا ان شاء الله اذا كان لقيت برودكسيون، لقيت انتاج، ولقيت معناتها دعم معناتها
فبها معناتها ماذا بيا ان شاء الله هذا احنا مقررينه بعد رمضان ان شاء الله. فبها بالطبيعه الواحد ماهوش باش ياكل حاجه كيما هكاك، اما ان شاء الله اذا كان ما لقيناش باش نولي نخدموا كما خدمت الفيلم هذا امكانيات خاصه ونحاول باش ندبر وان شاء الله ربي يسهل. هذا بالنسبه لونج متراج ان شاء الله بساعتين باش نشوفوه. هو السيناريو على فكره السيناريو نتاعو حاضر معناتها كتبناه وريقلناه ان شاء الله. اوكي محمد امين، نحكيو شويه على واقع السينمائيين الشابين اليوم في تونس. وزاره الثقافه شنو هي دورها لهنا؟ فماشي دعم، فماشي تشجيعات؟ بالطبيعه دونك بالنسبه لوزاره الثقافه من المفروض هي اللي بالطبيعه مش تكون كاول خطوه للشباب، هي اللي مش تكون واقفه معنا. دونك واقفه معكم هي تو بالطبيعه نقدموا تحيه للمندوبيه للجهويه للثقافه في صفاقس، عاونتنا بالحق، لكن كوميم راهو السينما باقي ناقص. كوميم شفتوا البوندانونس معناها تتفرجوا على البرودوي يستحق بالحق، لكن فما ديكالاج لازم موجود. بون بالنسبه للشباب مع وزاره الثقافه دونك مش زاد سامحني، مش الشباب الكل ينجم ينتج من جيبه يعني بالطبيعه. دونك انتم لقيتوا الفرصه هذه باش توصل يعني الفرصه في اهم شيء انه فما شباب اخر يعني عندهم الطموح وعندهم الامكانيات اللي ما يحوش لازم. دونك بالطبيعه لقينا اهم حاجه انه ديريكتور فوتو دونك مدير تصوير كامل بماترياله يجينا معناها نقدموا له تحيه سي محمد نجاح، كيف في المونتاج معناها يقف معك كيما وديع البراد، معناتها ناس تخدم تحب تعاونك بدون مقابل، لكن تخدم تعرف انك مش توصل، تعرف انك عندك برودوير مش ينجح، دونك يراهن معناها بقدراته، يراهن بماترياله، يراهن نخدموا معناها مش شويه. دونك 15 يوم تورناج في الفيلم صحو الضمير، الناس كنا معناها يد واحده باهي والخاي مع بعضنا كل يوم معناها تعرضنا للصعوبات الكل، لكن الحمد لله دونك نشوفوا برودوي كما كان. دونك وين صورتوا الفيلم هذا؟ التورناج كان في ولايه صفاقس، ما خرجتوش من صفاقس يعني وقرقنا. دونك هذا مش تتفرج، دونك ماكش تعرفها بالباهي. الور كان صفاقس وقرقنا. بون هذوك هما لي ليو. اوكي ميرسي بوكو محمد امين، يعطيك الصحه. ميرسي نكونوا حاضرين معكم. تفضل نخلي الكلمه الاخرانيه لك انت. عايشك ميرسي. بالنسبه للتورناج صورنا في جزيره قرقنا، كوني انا اصيل جزيره قرقنا. مش حكايه من هيك، بالمجد لقيت انا المشاهد معناتها يلزم يتصوروا غاديكا. ان شاء الله الافلام الجايين عندنا باش نصوروا هنا في تونس. بالنسبه للاسامي اللي خدموا معنا بالمجد ما يلزمناش ننساو سي محمد نجاح ديريكتور فوتو، بالمجد شكر جزيل ليلو. كيف المونتاج نتلاهي بها وديع برادعي. كيف نشكر الممثلين اللي زاماتير بالمجد عطاو طاقات، يعطيهم الصحه، برافو ليهم بالمجد، حاولوا باش يخدموا يعطيوا البليس. كيف نحيي حسام الدين الحلواني كيف يخدم معنا. وان شاء الله احنا بالمجد تكون هذه تجربه ناجحه باش نبنيو عليها احنا القدام، وان شاء الله وتكون اعمال احسن من هيك ان شاء الله. ان شاء الله بنجاح عليكم زوز وشباب تونس الكل اللي عندهم طموح كما كنت نحكي قبيليك باش اموا ينتجوا اعمال كيما هكاك. ما يلزمنيش ننسى زاد اللي ديزاستون محمد امين معالج وصديقي، هو معناتها قرينا من بعضنا تبارك الله برشا، اللي هو سفيان بن سليمه بالمجد اسيستون ان شاء الله ناجح، وان شاء الله مشروع مخرج وربي يسهل ان شاء الله. عايش ميرسي بوكو، شرفتونا تولي دو، شرفتونا. احنا نكونوا هكا كمان ليميسيون تاعنا نتاع اليوم، نجوى نتلاقاو غدوه فرد وقت وفرد بقى. très bonne journée à tous et à demain.